إيه اللي مبتور فيكِ؟ في ستات كتير ردِّت قالت إن هي كلّها مبتورة أو جزء منها مبتور عشان التحكُّمات اللي حاصلة فيكم. طَب نعمل إيه في التحكُّمات دي؟ إحنا محتاجين نبتدي ناخُد مسؤولية، يعني كل الإجابات بتعبّر عن إننا ضحية اللي حصل لنا. أول حاجة محتاجين نفهم إن إحنا طول ما إحنا ضحية اللي بيحصل لنا، إحنا مش هنقدر نصلّح أي حاجة، أصل أبويا، أصل أمي، أصل المجتمع، أصل الظروف. خلاص ما دام أنتِ مش قادرة تواجهي اللي أبوكِ بيقوله، اللي أمِك بتقوله، اللي المجتمع بيقوله، الناس هتقول إيه، أصل أنا شكلي إيه، أصل أنا لازم أتجوّز عشان هو ده اللي قالوا لي عليه، أنا ما أقدرش أعمل لكم حاجة ولا عندي نصيحة ولا أي حد في الحياة عنده نصيحة ليكم. فأهم حاجة إن إحنا نفهم إن ده معناها إن إحنا قررنا نضحي بنفسنا عشان نسمع الكلام، فأكيد إنِّك لازم تكوني مبتورة، بما إنِّك أنتِ قررتِ إنِّك أنتِ مش قادرة تعملي حاجة في كل ده، غير إنِّك أنتِ تعيي، تتخاني، تغضبي، تتكلمي مع صاحباتِك، تشتكي، ما فيش أي حاجة ممكن تتعمل تغيّر الوضع ده، إلا إنِّك تاخدي قرار إنِّك عايزة تبطّلي ده. معناها إيه ده؟ معناها حاجة خطر، إن أنا هابتدي أواجه ده، إن أنا هابتدي أزعّل ناس أنا خايفة أزعّلهم، إن أنا هابتدي أطلع من القالب بتاع المجتمع طالب منّي إيه، طالب منّي إن أنا أتجوّز وأنا عندي 21 سَنة ويبقى عندي عيّلين وأنا عندي 23 سَنة وأنا عندي 25 سَنة مش طايقة روحي ولا طايقة جوزي عشان أنا اتبطرت. إذا ما كنتيش قادرة تاخدي قدرة إنِّك أنتِ تقولي لأ للتحكُّمات دي، ما حدّش يقدر يعمل لِك أي حاجة. لو أنتِ حاسة إنِّك أنتِ ما تقدريش تعملي حاجة، عيشي بده واقبلي ده وحاولي تلاقي سلام في ده. هتعملي ده إزاي؟ بإنِّك أنتِ تقولي أنا مش قادرة أتقبّل أو مش هاقدر أواجه أهلي أو مش هاقدر أواجه المجتمع، أبتدي أقبل إن أنا مش قادرة أتقبّل التحديات، أقبل وضعي، أقبل إن أنا ضعيفة، أقبل إن أنا ما عنديش الجرأة دي، أقبل إن أنا ظروفي ما تسمحش، أي كان السبب.